السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده بخصوص الناس اللي بتلعب بالعصافير. عايز أقول كلمتين مهمين جدًا ويا ريت تسمعوني كويس. أنت لو جبت لابنك لعبة وابنك لعب باللعبة دي وكسرها أو وقعت منه، غالبًا الموضوع ده مش هيزعلك وهتروح تشتري له غيرها، والأهم من كل ده إن ربنا مش هيحاسبك على اللعبة اللي اتكسرت في إيد ابنك دي. إنما بالنسبة للعصافير فأنت خُد بالك إن أنت بتتعامل مع روح، بتتعامل مع لحم ودم، والأهم من كل ده والأخطر إن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليهم يوم القيامة. الموضوع مش تافه ولا صغير زي ما أنت ممكن تعتقد إن دي عصفورة وراحت وخلاص وتروح تجيب غيرها، الموضوع أكبر من كده. ربنا سبحانه وتعالى هيسأل وهيحاسب في الأرواح دي، والدليل إن في حديث شريف، أكتر من حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يسير بصحبة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ووجد عنزتان يتناطحان، يعني لقى معزتين بيضربوا بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو ذر الغفاري قال: أتعلم ما بينهما يا أبا ذر؟ فقال أبا ذر: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: والذي نفسي بيده لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاه القرناء. بمعنى إن لو في خروفين أعزكم الله، واحدة عندها قرن والتانية ما عندهاش، واللي عندها قرن افترت على اللي ما عندهاش ونطحتها، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالظالم والمظلوم حتى في البهائم ويقتص بينهم. فما بالك بالكائن ده اللي مفيش حد بيسمع عنينه ولا وجعه إلا الله عز وجل. لأن إحنا الفترة اللي فاتت دي بدأت تيجي لنا حاجات كتير جدًا، هو الموضوع بقى له فترة طويلة، لكن الفترة اللي فاتت زاد إن بتيجي لنا حالات كسور وحالات يعني دهس، حوادث صعبة جدًا بتيجي لنا بخصوص الطيور، فيا ريت ناخد بالنا كويس أوي. العصفور ده بيتألم، لكن مشكلته الكبيرة إنه لا يسمع عنينه إلا الله عز وجل. فخد بالك، حافظ عليهم، ما ينفعش إن أنت تطلّع العصافير الصغيرة لعيالك يلعبوا بيهم، ما ينفعش حتى لو تحت إشرافك، ما ينفعش. أنت مش هتقدر تمنع عصفور إنه يقع من إيد طفل، أو إنه يدوس عليه، أو إنه يتزنق في حاجة، أو يتخبط في حاجة، أو مروحة، أو إنه حتى يهرب منك من الشباك. كل دي حاجات هتؤدي إلى هلاكه. ولا ينفع حد يجي لك ضيف أو حاجة فتستعرض عليه وتجيب العصافير وتطلعهم من القفص وتفرجه وتعرض حياة العصفور للخطر. أرجوكم خدوا بالكم من النقطة دي عشان الحالات زادت. وخدوا بالكم دايما، اوعوا تنسوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيسأل عن الأرواح دي وهنتحاسب عليها. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.